نعم. من اسطنبول مصطفى حامد أوغلو. سيد أوغلو، كيف تنظرون إلى هذه الدعوة الكردية للنظام السوري للعودة والدخول إلى عفرين لحماية ما سمونه بالحدود من هجمات المحتل التركي؟ نعم، يعني بعد الإصرار التركي على أنه سيقوم بعملية عسكرية، وبعد أن تخلت أمريكا عندما أعلنت أن منطقة عفرين هي ليست ضمن مسؤولية التحالف الدولي وأنها لا تدعم هذه القوات في منطقة عفرين، كانت هذه بداية الهزيمة النفسية لهذه الميليشيات المتواجدة في عفرين. وعندما قامت روسيا بسحب عناصر المراقبة من منطقة عفرين، كانت أيضا هذه البداية الثانية للانهزام العسكري. اليوم عندما قامت تركيا بهذه العملية العسكرية وقد كانت يعني قد استعدت لها بشكل جيد من المعلومات الاستخبارية والدبلوماسية الناجحة، بالإضافة إلى الاستعداد العسكري، اليوم القوات أدركت أنها يعني ستخسر هذه المنطقة ولا بد من البحث عن بديل. طبعا العلاقة مع النظام لم تنقطع في يوم ما مع هذه الميليشيات. اليوم هناك تواصل مباشر مع المناطق التي يسيطر عليها النظام، هناك انتقال عناصر من منطقة الشيخ مقصود إلى عفرين، وهناك أيضا وصول بعض العناصر من المناطق من شرق الفرات عبر المناطق التي يسيطر عليها النظام. نعم. كل هذا يأتي ولكن أمام أستاذ مصطفى، مشروع يعني أمريكي. إذا كان الأكراد يقومون بذلك بالتنسيق مع النظام، فأنتم أي تركيا تقوم بالتنسيق مع حلفاء هذا النظام الذي حاربته مرارا ودعمت المعارضة من أجل الإطاحة به. يعني أنتم كأتراك تحالفون اليوم روسيا وإيران حليفاء النظام السوري، يعني تتهمون الأكراد بشيء تفعلونه في نفس الوقت. نعم، اليوم هناك مشروع أمريكي يدعم القوات الميليشيات الكردية من أجل تقسيم سوريا، وتركيا تدرك أن تقسيم الأراضي السورية، تقسيم سوريا هو يهدد الأمن القومي التركي وسيؤدي إلى تقسيم تركيا. لذلك وبعد أن يعني عجزت تركيا من إقناع الحليف الذي كان يجب أن يكون هو الحليف الاستراتيجي لتركيا بأن يكون هناك تعويل على الجيش السوري الحر من أجل محاربة تنظيم داعش، اليوم تركيا يعني أجبرت على الاقتراب من روسيا من أجل الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، لأن هذه هي الأولوية بالنسبة للتركيا. لكن الأولوية الأولى بالنسبة لتركيا هي أن يكون هناك عدم تقسيم سوريا أو إفشال المشروع الأمريكي، وعدم ليس هذا السؤال تواجد قوات الحماية الكردية على الحدود التركية. يعني لا مشكلة نعم. لتركيا بوجود أو بعودة النظام السوري إلى عفرين الذي حاربته تركيا ودعمت المجموعات المعارضة له. يعني قد يكون هو أهون الشرين صراحة، خاصة إذا كانت هناك وعود روسية من أن يكون هناك حل في سوتشي يكون فيه أيضا تنازلات من قبل النظام أو تنازلات من قبل روسيا من أجل أن يكون هناك حل يرضي المجتمعين في مؤتمر سوتشي. طيب، ولكن دعني أنتقل إلى ماثيو برودسكي من واشنطن. سيد برودسكي، كيف تنظر إلى هذه الدعوة الكردية لعودة النظام السوري إلى عفرين، وبالتالي من هو الرابح برأيك في هذا النزاع القائم؟ لا أعتقد أن من الجيد بالنسبة للنظام أو للأكراد أن يعملوا مع النظام. الولايات المتحدة تسير على حبل دقيق، فهي توازن بين المصالح الكردية والتركية وتحاول الوصول إلى حل سياسي مع روسيا لا يؤثر على النتيجة الخاصة بالأسد. هنا ما يود ترامب أن يراه هو أن تتوقف تركيا عن التعامل مع المسألة وأن تتوقف على ما تفعله. المتحدث بلسان القوات الأمريكية سمعنا منه المنظور العسكري من الولايات المتحدة، وهو التركيز على هزيمة داعش
ولكن سمعنا من وزير الخارجية تيلرسون في الأسبوع الماضي ما سمعناه هو أن أمريكا تريد أن تركز على تقليص نفوذ إيران والانتقال بعيدا عن الأسد في وقت لاحق. أعتقد أن العمل مع النظام السوري سيكون في مصلحة الأكراد، ولكن في نفس الوقت الولايات المتحدة تحاول أن تجد ما هو الدور التركي الذي كان سيئا من المنظور الأمريكي في السنوات الأخيرة. ما هي التزاماتها تجاه الأكراد؟ حاليا الالتزام تجاه الأكراد في الشرق، والمتحدث قال لا يوجد التزام بالأكراد في عفرين. أستطيع القول أن من منظور إدارة ترامب أن منبج هي خط أحمر بالنسبة للولايات المتحدة. الأكراد حاربوا لانتزاعها من داعش منذ سنوات، ولكن أود أن أشير من الأسئلة التي طرحتها أنت وبحق. لهذا السبب الولايات المتحدة تقريبا في 2016 حاربت نفسها. لماذا؟ لأنه كان هناك إحداث توازن للمصالح المشترك، للمصالح المختلفة. ننتقل إلى اسطنبول مع مصطفى حامد. أستاذ مصطفى، البيان الصادر عن البيت الأبيض أمس فيما يتعلق بالاتصال الذي جرى بين الرئيس ترامب والرئيس أردوغان كان لافتا، بحيث أعرب الرئيس ترامب حسب ما جاء في البيان عن قلقه إزاء الخطاب المدمر والخاطئ من جانب تركيا وإزاء المواطنين الأمريكيين والموظفين المحليين المحتجزين في ظل حال الطوارئ المطولة في تركيا. فيما يتعلق بهذا الخطاب، إلى ماذا تهدف تركيا؟ لماذا تصعيد اللهجة والعدائية تجاه الولايات المتحدة وهي حليفة في الناتو؟ لماذا تذهب تركيا إلى هذا الحد؟ هذه مفارقة يعني عجيبة صراحة. الأولى أن نسأل لماذا تذهب أمريكا، يعني هي الدولة الأولى في حلف الناتو، لماذا تذهب إلى تسليح ودعم ميليشيات تعتبرها الدولة الثانية في حلف الناتو هي تنظيمات إرهابية؟ عندما تقوم أمريكا بدعم الميليشيات حماية القوى الكردية التي هي امتداد لحزب العمال الكردستاني كما تراه تركيا والمصنف إرهابيا حتى من قبل أمريكا، هذه المفارقة الكبيرة. ولكن أستاذ مصطفى في هذه النقطة تحديدا تركيا لا تستطيع، لو سمحت، يعني هذه الوحدات التي تدعمها الولايات المتحدة هي التي شاركت وساعدت التحالف على دحر داعش، وها هي تركيا اليوم تقاتل هذه الوحدات التي تقاتل داعش. يعني المفارقة أن تركيا وبمساندة مجموعات تعتبر إرهابية من قبل موسكو تهاجم عفرين وتقاتل الذين قاتلوا داعش. وهذه المفارقة الأكبر، والسؤال الذي يجب أن نسأله حتى يكون التشخيص صحيحا: من الذي أوجد داعش؟ اليوم هناك قوتان يعني طعنا الشعب السوري بظهره، هي تنظيم داعش الإرهابي وقوات الميليشيات الكردية. يعني بحسب الرئيس الأمريكي ترامب الذي اتهم الحكومة السابقة بأنها هي التي أوجدت داعش وساعدت على إيجاد داعش، النظام السوري هو الذي أطلق عناصر داعش من السجن. الأسلحة التي استلمتها داعش هي جاءت من الجيش العراقي. المخابرات الإيرانية لها علاقة وثيقة مع داعش. وزير الخارجية الروسي اتهم القيادة الأمريكية بأنها هي التي أوجدت تنظيم داعش. العلاقة اليوم كيف سمحت هذه يعني الميليشيات؟ أنتم كأتراك اليوم تتحالفون مع من أبقى هذا النظام الذي تتهمونه بدعم داعش وخلق داعش. تدعمون روسيا وتدعمون إيران، وها هو الهجوم على عفرين يسمح بعودة هذا النظام إلى عفرين. على كل، نعود إلى النقطة الأساسية: إلى ماذا تسعى تركيا في هذه اللهجة العدائية مع تركيا مع الولايات المتحدة؟ هل تسعى إلى مواجهة عسكرية؟
يعني يجب أن نكمل أنه كيف تبخرت يعني عناصر تنظيم داعش من الرقة ومن الموصل، وهناك اليوم اعترافات من العنصر المسؤول الطبي في تنظيم داعش وهو يقول أن يعني القوات الحماية الكردية هي التي أطلقت سراحهم، ورأينا كيف يعني خرجت الشاحنات بما تحمله من أسلحة ومن أشخاص من مدينة الرقة أمامه وتحت حماية قوات الحماية الكردية. تركيا لم تستطع ثني أمريكا عن دعم اللامتناهي من الأسلحة إلى قوات الحماية الكردية. أمريكا وعدتها بأن يكون هناك سحب لهذه الأسلحة بعد القضاء على تنظيم داعش ولن تسحبها، وعدتها بأن لا يكون تسليح جديد، وأثناء زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى أمريكا تم تسليح أيضا هذه العناصر. واضح، الفكرة واضحة أستاذ. نعم، الفكرة واضحة أستاذ مصطفى. دعني أنتقل إلى ماثيو بروتسكي لأسأله عما ذكرته إذا كان لديه أي تعليق. السبب أن الولايات المتحدة قررت العمل مع الأكراد يعود إلى أن تركيا لم تكن تريد اللعب منذ 2015. تركيا كانت تلعب دورا خفيا، ولكي أكون واضحا كانت تستفيد من داعش، بينما داعش هناك من ناحية صفقات النفط وأيضا العلاقة مع إيران وروسيا في نفس الوقت، ووقفت إلى جانب قطر وخلقت مشاكل لأمريكا. تحاول عمل كل هذه الأشياء بينما تختفي وراء ستار العضوية في الناتو. الولايات المتحدة لو لم تكن تركيا عضوة في الناتو لكان لها رد فعل أكثر قوة. قراءة البيت الأبيض للمكالمة مع أردوغان غير مسبوقة، أن تقول لحليف في الناتو أن الأمور يمكن أن تتطور وأن نحذر تركيا من أن الأمور قد تتصاعد. هذا ليس بالتحذير الذي تسمعه عادة بين الحلفاء. دور تركيا كان سيئا جدا لأمريكا ولم يكن عظيما بالنسبة لمستقبل سوريا. أعتقد أن أمريكا حاليا في موقف تعرف فيه أن لها قاعدة مهمة كما أشرت في تركيا وقاعدة مهمة في قطر، ولكن عليها البحث عن أماكن أخرى، لأن تركيا لا تتصرف بطريقة كصديق. والضيف عندما تحدث عن تسليح أمريكا للأكراد كان هذا معروفا قبل أن يأتي أردوغان إلى واشنطن، وعندما كان أردوغان في واشنطن قواته ضربت الشعب الأمريكي الذي كان هناك يحتج. هذا ليس سلوك حليف. طيب إلى أين يمكن أن تذهب أمريكا في مواجهتها مع تركيا؟ هل يمكن أن تذهب الولايات المتحدة إلى حد تحذير أو توجيه انذار عسكري إلى تركيا لوقف هذا الهجوم على عفرين ولعدم التعرض إلى منبج؟ هذا سؤال جيد، وهذه هي النقطة. لا أستطيع أن أقول لك ما هي الإجابة، ولكن أقول الولايات المتحدة تنظر على حماية مستقبل سوريا ومستقبلها. كما قال الوزير تيلرسون، أمريكا لن تفعل ما فعلته إدارة جورج دبليو بوش ولا ما فعلته إدارة أوباما. إذن ربما ننظر لإحلال دولة أخرى مكان تركيا، وربما الأمور تصل إلى شرق تركيا، وتركيا تفعل كل ما في وسعها لطرد أمريكا وجعل الشراكة الأمريكية الكردية ضعيفة. هذا تركيا كانها تلعب لعبة مختلفة، ولكن مراهنتي على الولايات المتحدة. طيب سؤال أخير لك ماثيو وباختصار شديد لو سمحت. ألمانيا دعت حلف الناتو إلى اجتماع عاجل للبحث في هذا الهجوم التركي على عفرين. ماذا يمكن للناتو أن يفعل في هذه الحال؟ لا يوجد الكثير الذي يمكن للناتو أن يفعله إلى أن تقرر واشنطن ما ستفعله. وكما هل لديكم أي خيار آخر غير عودة النظام السوري إلى عفرين؟ وبالتالي إذا كنتم قادرون على صد الهجوم التركي على عفرين، لماذا دعوة النظام للدخول إلى المنطقة؟
الحقيقة حتى الآن الجيش التركي ومرتزقته لم يتمكن من تحقيق أي شيء في عفرين، بل فشل فشلا كبيرا وذريعا، وأيضا لم يقم بأي انتصارات سوى قتل الأطفال وقطعهم وحرقهم. المرتزقة الآن الذين يدعون بأنهم جيش الحر لم يكونوا سوى عتالة من أجل نقل البنية التحتية لسوريا لأردوغان. فلذلك عفرين حتى الآن لم تحتاج لأي قوة أخرى، تحتاج للعمل مع المعارضة، وكان هناك التزام قوي برحيل الأسد، وهذا شيء عظيم، والوزير تيلرسون بالتأكيد يتجه في هذا الاتجاه، ونأمل أن الرئيس ترامب يتحول إلى هذا الاتجاه. ولكن أمريكا يجب أن تتدخل لأن الخطة الروسية لن تنجح على المدى الطويل. أولا اليوم نحن نشهد من أمريكا هناك تضارب وتناقض في التصريحات التي تأتي من البيت الأبيض أو من البنتاغون أو من وزارة الخارجية، ويبدو أن ضيفكم أيضا من واشنطن أصيب بهذا التناقضات، فهو يتكلم عن كثير من التناقضات. أنا أريد أن أوجز الأمر أن أمريكا لم ترد إسقاط النظام، وروسيا منعت إسقاط النظام كما قال وزير الخارجية الروسي. نتحدث عن سوتشي وماذا يمكن لتركيا أن تفعل. في سوريا لا سقط النظام. لأن وقتنا شرف على الانتهاء. أنا أريد أن آتي إلى هذا، وأمريكا هي التي أفشلت مشروع تدريب الجيش. اليوم روسيا بحاجة إلى تركيا من أجل يعني إنجاح مؤتمر سوتشي. بدون دعم تركيا لهذا المؤتمر لم تستطع روسيا عقد هذا المؤتمر. روسيا كما قلت تركيا كما قلت هي متفقة مع روسيا على وحدة الأراضي السورية، لديها خلاف على شكل النظام. هناك مفاوضات على من سيشارك في مؤتمر سوتشي. كل الأسماء التي دعيت كانت تم تقديمها إلى تركيا. الأسماء التي لم تقبل بها تركيا لن تشارك في مؤتمر سوتشي. طيب هنا في هذه المسألة تحديدا، هل تركيا مرتاحة أكثر للعمل في إطار الحلف الثلاثي مع إيران وروسيا أم في إطار عضويتها في حلف الناتو؟ لو أن حلف الناتو كان متجاوبا وصادقا وتعامل مع تركيا على أنها حلف حقيقي في حلف الناتو واستطاع، ولو أنه تجاوب مع تركيا لما هي تقول أنها أجبرت على التعاون مع روسيا ومع إيران، وهي لديها خلافات مع إيران، خلافات عميقة، وهناك حرب حقيقية على أرض الواقع في الأرض السورية ما بين تركيا وإيران. لكن التخلي الأمريكي والعنجهية الأمريكية، وفي كثير من المواقف هناك خلافات كثيرة، هناك دعم أمريكا للانقلاب العسكري الفاشل، هناك عدم تسليم فتح الله جولان، هناك كثير من الأمور. لكن الموقف في سوريا هو الذي أجبر تركيا على أن تقترب من روسيا، ولكن تركيا دائما ترى أنها هي مكانتها في الاتحاد الأوروبي وفي حلف الناتو. ماثيو، كما لو أن أمريكا ساعدت على الانقلاب. هذه الأشياء تركيا تقولها وهي سخيفة وزائفة. هو يتجنب الإجابة على سؤالك. تركيا تحاول أن تكون يدها في كل الملاعب.